اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. عايزة اوريكم بقى حتة كده من المكرونة قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا. انا بحبها جوسي كده وغرقانة في البشاميل بتاعها. ما بحبهاش بقى لما تبرد وتبقى قطع كده ومكعبات وحاجات كده. لا، انا بحب اطلعها من الفرن على الاكل مباشرة. ما بحبش الصراحة اسيبها لما تبرد. يلا بينا نشوف احنا بقى هنعملها مع بعض ازاي. عندي هنا الطاسة بتاعتي فيها معلقتين كبار من السمنة. هنزل عليهم بقى ببصلاية كبيرة كده مبشورة. يا دوب البصلة بس انا عايزاها تدبل كده بس، ويا دوب تصفر معايا. وبعد كده هنزل بفص توم مهروس. التوم بيدي نكهة جميلة جدا للبشاميل، وبيضيع اي ريحة مش كويسة في اللحمة المفرومة. بعد البصل لما دبلت معايا هنزل بقى باللحمة المفرومة. ده نص كيلو لحمة مفرومة. هنقلبهم كويس جدا بقى مع بعض مع البصلة والتومة لحد ما الاقي اللحمة بتاعتي لونها ابتدى يتغير. اول ما اللحمة عندي تتغير كده زي ما احنا هنشوف كده بالشكل ده. شايفين شكل اللحمة؟ طبعا ادت لون تاني خالص، لونها اتغير معايا اول ما شوحتها مع البصل بقى والتومة. هنزل بعد كده بطماطمايه كبيرة مبشورة من غير القشر ومن غير البذر بتاعها. وهنزل بمعلقة من الصلصة. وهقلب كل ده كده مع بعضه. وبعد كده بقى هنزل اخر خطوة عندي بالتوابل. انا بضيف بس بصراحة في اللحمة المفرومة مع البشاميل ملح وفلفل فقط، ما بحطش اي بهارات تانية. لو حابة تحطي بقى شوية من السبع بهارات ماشي، بس انا بكتفي بس صراحة بالملح والفلفل. هنديها تقليبة بسيطة بس كده وهنسيبها دقيقتين بس على النار. وبعد كده هنشيلها بقى خالص من على النار. هي كده استوت. بعد كده انا عندي المكرونة حطيتها في مية سخنة بنص معلقة من الملح. هنسيبها 8 دقايق بالظبط على النار. مش هضيف زيت لان الزيت بيخلي البشاميل ما يمسكش في المكرونه. انا خلاص صفيت المكرونه. وبعد كده هنعمل مع بعض بقى البشاميل. عندي معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت. هنزل باربع معالق كبار هرميين كده من الدقيق. ولازم ندوب الدقيق كويس جدا في السمنه. نحمره كويس عشان ما يبقاش طعمه باين في البشاميل. ونتأكد كويس ان الدقيق دب في السمنة، عشان لو بقى في اي تكتلات هيكلكع البشاميل اللي معاكي. لو حسيتي ان في تكتلات وانت بتقلبي الدقيق لازم تضيفي شوية من السمنة او شوية من الزيت. هنا كده بقى انا نزلت بكيلو ونص من اللبن، عشان انا عاملة طاجن كبير. الطاجن عندي كبير مش صغير. لازم تكون ايدك في التقليب باستمرار. بعد كده هنزل بملح وفلفل ونقلب بقى كويس. البشاميل عايز تقليب على طول، ما توقفيش خالص. بعد كده هنزل بقى بمكعب من الماجي. لو حابه بقى عندك تضيفي كريمه او قشطه، اي حاجه موجوده عندك في التلاجة حطيها. بس انا صراحه ما عنديش لا قشطه ولا كريمه. فانا بعمل إيه بقى، بنزل بشويه كده من الجبنه الموتزاريلا في البشاميل. اول ما احس ان البشاميل ابتدى يتقل معايا بنزل بشوية من الجبنة الموتزاريلا. صراحة بتخلي المكرونة في حتة تانية والبشاميل بيبقى تحفة. كده خلاص البشاميل بتاعي جاهز معايا بقى، قوامه كده كريمي، مش تقيل ومش خفيف. كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. خلاص هو كده جميل جدا. هطفي بقى عليه. هحط بقى جزء من البشاميل على المكرونة. هحط يعني كمية كويسة. وهقلب كله بقى مع بعضه. هقلب البشاميل مع المكرونة كويس. وبعد كده يا حبايبي هنجيب بقى الطاجن اللي هنعمل فيه او البايركس. لو مش حابه تحطي بشاميل في قعر القالب او البايركس او اي حاجه انت بتعملي فيها، هتحطي ممكن تدهني بس القالب او الطاجن اللي عندك بشويه كده من السمنه. بس انا بحب احط شويه بشاميل كده في قعر الحاجه اللي انا هعمل فيها.
وبعد كده هجيب بقى المكرونة، هحط طبقة من المكرونة وهوزعها كويس جدا في الطاجن. بعد ما وزعت كده اول طبقة مكرونة عندي، هجيب بقى اللحمة المفرومة وهبتدي برضو ارصها كده، افردها كده في الطاجن بتاعي كده بالشكل ده. بعد خلاص كده ما فردنا طبقة اللحمة المفرومة، انا بقى بحب احط شوية جبنة موتزاريلا كده على اللحمة. هي المكرونة البشاميل عبارة عن جبنة موتزاريلا، انا بعشقها بالجبنة الموتزاريلا، بحب احط جبنة كتير جدا، مع احترامي لكل الناس اللي بتعمل البشاميل بالبيض، بس انا ضد الفكرة دي تماما، انا بحب اعمل البشاميل بالجبنة الموتزاريلا. هنحط بقى الطبقة التانية من المكرونة، وبعد كده بقى هنزل بالبشاميل بتاعي كله اللي باقي معايا في الطاجن، وهوزعه كويس جدا. شايفين قوامه كريمي حلو جدا. اوزعه كويس كده بقى على وش الطاجن بتاعي، وهبتدي بقى احط جبنة موتزاريلا على وش الطاجن. في طريقتين لتسوية المكرونة بالبشاميل، ممكن تحطيها على الشواية من فوق الاول تاخد لون، وبعد كده تولعي لها الفرن من تحت 10 دقايق، وممكن العكس تولعي لها الفرن من تحت وبعد كده تولعي لها الشواية. ونصيحة ما تسيبيش الجبنة تحمر كتير زيادة عشان مش هتمط معاكي، هتنشف. كده خلاص الطاجن بتاعي استوى تماما من تحت ومن فوق، اخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.